استاذ حسام، ازاي تعرفت عليهم في الاول؟ والله يا فندم كان عن طريق تطبيق على الفيسبوك. كنا بنتكلم عادي، اتحسيت ان في بينا راحه وفضلنا نتقرب لحد ما حسيت ان دي نصيبي. طب وازاي اقنعتهم بفكره الجواز؟ ما احتاجتش اقنع حد على فكره، احنا حبينا بعض بجد واتفقنا. الشاب المصري واقف أمام الصحفيين وهو مبتسم ويقول إني تعرفت على أختين توأم ملتصقين في جسد واحد على الفيسبوك، وكان الحب والإعجاب متبادلا بيننا وقررنا الزواج. الصحفيون يسألونه: وكيف تستطيع أن تعيش مع أختين في نفس الوقت، وكيف تتعامل مع هذه الحالة الغريبة؟ فأجاب الشاب بأن الحب لا يعرف المستحيل، وأنا أحببت أختين ملتصقتين في جسد واحد وسأعيش معهما بكل سعادة. الصحفيون يسألونه: وماذا عن المستقبل، وكيف ترى الحياة مع أختين ملتصقتين؟ فأجاب الشاب بأن المستقبل مشرق، وأنا سعيد بزواجي من أختين ملتصقتين في جسد واحد وسأعيش معهما بكل حب واحترام.